هل تعلم أن أمريكا منحت العفو لأناس شاهدوا بشراً يشرحون وهم أحياء؟ في الثلاثينيات والأربعينيات كان هناك مكان في الصين يعرف بالوحدة 732. كان مختبراً سرياً تابعاً للجيش الياباني. داخله أجرى العلماء تجارب على آلاف السجناء الصينيين والحلفاء. كانوا يحقنونهم بأمراض قاتلة، يضعونهم في غرف ضغط حتى تنفجر أجسادهم من الداخل، يجرون عليهم عمليات جراحية دون تخدير، ليس لأنهم مجانين بل لأنهم أرادوا بيانات. حين انتهت الحرب وصل المسؤولون الأمريكيون إلى تلك الملفات، قرأوا كل شيء، فهموا تماماً كيف جمعت تلك البيانات، ثم اتخذوا قراراً. عرضوا على كل عالم في الوحدة 781 الحماية الكاملة مقابل تسليم النتائج. شيرو إيشي قائد البرنامج والمسؤول عن كل تلك الجرائم عاد إلى اليابان حراً طليقاً، لم يحاكم أحد. عاد بعضهم ليقودوا جامعات وشركات أدوية، وظل القرار الأمريكي سرياً لعقود، لا اعتذار رسمي حتى اليوم. العلم لم يكن مجرد نتيجة، كان الثمن.